تلاعبات نفسية خبيثة بيعملها معاك علشان يسيطر عليك. اهرب فورا لو لقيتها وتعلم تتعامل معاها ازاي. رقم واحد، دور الضحية. انت ما بقتش تحبني، ما بقتش تعمل لي، وطبعا علشان تثبت العكس انك بتحبه وبتعمل له بتروح تعمل اللي هو عايزه فورا، حتى لو هتيجي على راحتك وهتخسر حاجات كتير. مثلا مش بتوديني المالديفز ليه؟ انت مش بتحبني. باختصار هتسأله الحب عندك بيتقاس ازاي، لان واضح ان المشكلة عندك انت. اعمل اللي تقدر عليه علشان تساعده، بس بقدراتك وبمزاجك مش برغبته وتلاعبه بيك، فتخسر حياتك وامورك كلها علشان في الاخر هتتساب كده كده، لانك مهما تعمل هو مش بيحبك، هو بيستغلك. فاوعى تخليه يستفز مشاعرك وحكم عقلك كويس. رقم اتنين، العياط. وده اسلوب تلاعب بيه الطرف التاني، بيحسسك بالذنب فتتعاطف معاه وبالتالي تعمل اللي هو عايزه او تعديله مواقف كتير. تغلط فتعيط لك وانا بحبك وليه تعمل كده، فانت تحن وتصالح وتعدي، فطبعا يحصل الغلط تاني وتالت، فبالتالي كده انت فقدت الاحترام، فتكرار الغلط منها او منه هيكون امر محتوم لانه عارف انك بتيجي بالعياط. والتعامل مع التلاعب ده انك تنحي عاطفتك على جنب وفكر بالعقل وخد قرارك الصح. اكتب لي في الكومنتات ايه التلاعب اللي بيتم معاك، وما تنساش اللايك والفولو لفيديوهات اكتر زي دي. سلام.